شغلتنا يا صديقي تلخيص وتظبيط الافلام لحضرتك عشان تستمتع بيها وانت بتشوفها. لو ما سمعتنيش قبل كده يسعدني انك تسمعني وتتابعني، ولو هتتابعنا يبقى تصلي على النبي الاول وتروح تجيب القهوة الجميلة بتاعتك. ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. ميعادنا النهارده مع الجزء الثاني من سلسلة باجهي من بطولة الممثل تايجر شروف. بيبدأ فيلمنا النهارده مع بطلة الفيلم واللي اسمها نيها، وهي واقفة مستنية بنتها تخرج من المدرسة، وزي كل الستات الحلوين نيها بتقعد تكلم صاحبتها في التليفون لما بنتها تخلص المدرسة. فبيجي 2 متخفيين من وراها وبيكسروا ازاز العربية بتاعتها، وكمان بيخطفوا بنتها لما بتخرج من المدرسة وبيضربوها وبياخدوا كل الحاجات اللي كانت معاها في العربية. فبتحاول نيها انها تقاومهم وتضربهم، فبيروح واحد منهم ماسكها وخابط راسها في العربية، فبتدوخ وتقع على الارض وما بتدراش بالدنيا. بعد كده بنشوفها وهي نايمة في المستشفى، وبتكون نايمة على السرير وما بتقدرش لا تقوم ولا تمشي. بعد كده بتخف وبتروح للمعبد عندهم وبتقابل الكاهن وبتقول له ان حياتها بقت مش كويسة وبتعاني من كل حاجة حواليها، فبتطلب منه انه يساعدها ويحاول انه يخلي حياتها ترجع كويسة زي ما كانت. بنيجي بقى البطل الفيلم وهو الضابط راكفيار سينج، واللي بيكون من اقوى واشرف الضباط في الجيش الهندي، والخوف ما بيعرفش القلب طريق. وبنشوفه وهو بيقدم مهمته وهي القبض على واحد من اكبر الارهابيين في مدينة كشمير. وبيجي روني وهو بيديله العلقة الجامدة المتينة وهو بيقبض عليه، وكمان بيخلص على كل المجموعة اللي كانت معاه، وبيرجع لقاعدة الجيش بتاعته وهو مكتفه على العربية من قدام. وطبعا بنعرف ان راكفيار كان على علاقة سابقة مع نيها وكانوا بيحبوا بعض، بس حصل حاجة بينهم وبين بعض عشان كده بعدوا. وفترة البعد بينهم تقدر تقول كده انها وصلت ل4 سنين ما بيكلموش بعض. ولما بيدخل السكن بيلاقي نيها بعتاله رسالة على الموبايل بتاعه وبتقول له ارجوك كلمني بسرعة، انا محتاجاك قوي، كلمني ضروري. فمن لهفته عليها بيفكر يكلمها على طول وما يستناش. فالظابط اللي معاه في السكن قال له على فكرة تليفونك ما بطلش رن وانت بره. والظابط ده عارف العلاقة اللي بينهم، فقال له ما تنساش ان انتم ما بتكلموش بعض بقالكم 4 سنين، في ايه؟ فاكيد في حاجة، عموما كلمها بس خد بالك من نفسك وخلاص. سابوا راكفيار وراح لصندوق الذكريات وطلع صورها وقعد يبص عليها وبيسترجع مع نفسه ذكرياتهم وحبهم لبعض واللي مش ممكن ينساها ابدا. فبيروح للقائد وبيطلب منه انه ينزل اجازة لانه قرر مع نفسه انه يروح لنيها. فالقائد بيقول له غريبة دي، انت ما طلبتش اجازة من 4 سنين، هو في ايه؟ فروني قال له حضرتك انا محتاج الاجازة دي ضروري لان عندي ظرف طارئ. فالقائد بيروح موافق على الاجازة. فروني خد بعضه بسرعة وركب الاتوبيس عشان يروح لنيها. ولما بيركب الاتوبيس فبينام، فدماغه استرجعت ذكرياته مع نيها زمان. وبنعرف ان روني اتعرف عليها عن طريق صاحبتها اللي معاها دي واللي كانت معجبه بروني، فجابت رقمه عشان تكلمه فاتكسفت وخلت نيها هي اللي تكلمه. فنيها كانت بنت جريئه وقالت له انا مش عارفه صاحبتي دي معجبه بيك على ايه يعني، وهي جابت رقمك وانت اصلا ما كنتش تحلم ان انت تكلمني او تكلمها. روني كان اوسم ولد في الجامعه، وكمان كانت كل البنات عاوزه تكلمه، فبيبقى معروف في الجامعه كلها. كملت نيها كلامها وقالت له على فكرة انا محدش يقدر يضايقني، لا انت ولا غيرك، التلاكيك بقى. فروني اتمشى كده لحد ما وصل ووقف وراهم وشافها من ظهرها وهي بتكلمه. فراح قايل لها روني انت شكلك كده مش حلوة، وعشان كده مفيش حد من الشباب لا بيكلمك ولا معجب بيك. ولما بيخبط على كتفها وبتلفها بيشوفها وبتشوفه، فبيفضلوا باصين لبعض قوي وبيبدأ الحب بينهم من اول نظرة. بيجي روني وقدام ابوها وبيقول لها على فكرة انا معجب بيكي قوي وبحبك وبحب اسلوبك وبحب عينيكي وبحب وشك البيبي فيس قوي ده. ابو نيها بيبقى قاعد متنح ومش مصدق اللي بيحصل، فبتتحرج نيها من كلام روني وبيخرج ابو نيها وبيقول له انت مين يا ابني وعاوز ايه من بنتي؟ فروني شاب جريء فقال لابوها انا روني، وبص يا عمي انت الفتره الجايه دي هتشوفني وتسمعني كتير. فابوها قال لها بقول لك ايه، انت لازم تبعدي عن الشباب دول وبالذات الواد ده اوعي تكلميه. فبنشوف نيها وهي رايحه لروني في ملعب السله، فبتروح له عشان تقفش عليه وتضايقه زي ما احرجها قدام ابوها. بس روني واد 10/10 لانه بيقدر يخليها تكتب له رقمها على الكوره، وبتبقى البنت اصلا معجبه بيه بس بتتلكك. طبعا بتبدا المكالمات بينهم وبين بعض كل يوم الصبح وبالليل، ده كمان غير خروجهم مع بعض، وبداوا يتفسحوا مع بعض بصفه مستمره، وكمان بيقربوا من بعض قوي لحد ما بقت علاقتهم جامده جدا. فنيها قالت لروني انا كنت مرتبطه بشخص قبل كده بس ده كان في الماضي، وعلى فكره هو ما كانش بيحبني، هو كان بيحب صاحبتي. وقالت له ان اكتر حد كانت بتحبه في حياتها ومرتبطه بيه هي والدتها بس هي ماتت، وعشان كده كان عندها عقده الحب، فبتخاف لا تحب حد ممكن
ممكن يحصل له حاجة او يبعد عنها، عشان كده هي مش بتعمل اي علاقة مع الناس، وبتعامل الناس زي الكتاب ما بيقول، وبتبقى حريصة في التعامل مع الناس. فروني قال لها بقولك ايه، انت مش لازم تقولي بحبك، كفاية ان حاسسها من جواكي في كل نظرة وكل حاجة بتعمليها وانت معايا. بنرجع للوقت الحاضر وبيصحى روني من النوم وبنشوفه وهو واقف على العبارة دي، وبيوصل روني للمدينة اللي نيها عايشة فيها، وبيجهز نفسه عشان يشوفها بعد 4 سنين فراق، والمشاعر بتبقى جواه متلخبطة ومش عارف يعمل ايه. وعشان روني بيحبها فبيقرر انه يساعدها باي طريقه، وكلمها في التليفون وقالت له انا هستناك في المطعم. وبيبقى مش مبسوط لان شكلها باين عليها كده انها مش فرحانه، وباين عليها انها بتتعذب وبتبقى خايفه من اي حاجه، حتى لو طبق وقع على الارض واتكسر. فنيها سالته انت عامل ايه واخبارك ايه وانت اتجوزت ولا لسه؟ فابتسم روني ابتسامه خفيفه كده وقال لها انا بقالي 4 سنين في الجيش وما اتجوزتش لحد دلوقتي. فسالها هو عن احوالها فقالت له انا اتجوزت وعندي بنت زي القمر. فاستغرب روني وقال لها طيب ما انت حياتك كويسه اهو وعندك بنت اموره، مالك بقى حزينه كده ليه؟ فبدات نيها تحكي له عن الكوارث اللي حصلت لها في حياتها، وقالت له من شهرين كده كان اول يوم اودي بنت المدرسه، وكنت مستنياها لما تخرج، واول ما خرجت من المدرسه هجم علينا 2 ملثمين وخطفوا بنتي وضربوني وخدوا كل الحاجات اللي كانت معايا في العربيه، ومحدش عارف يساعدني لا جوزي ولا الشرطه كمان عشان يرجعوا بنتي ليا، وعشان كده انا كلمتك عشان تيجي تساعدني وترجع لي بنتي. روني بيسمعها للاخر وهو مذهول، بس بيوافق انه يساعدها وبيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش. بيروح روني بعد كده لتاجر العربيات واللي اسمه عثمان عشان يأجر عربيه، وعثمان ده بيبقى معارفه كتير وفي كل حته. بعد كده بيروح روني ونيها لمركز الشرطه عشان تعمل بلاغ، وبيشوف روني الضابط وهو بيعامل نيها على اساس انها ست مجنونه، وقال لروني كويس ان انت جبتها عشان نقفل القضيه وتمضي على كده، لان احنا بندور بقالنا شهرين ومفيش نتيجه. فالضابط بيكلم نيها بطريقه وحشه، فبيروح روني مروق عليه ومكسر له اسنانه، ايوه كده. فكل الضباط بيتلموا على روني وبيحاولوا يمسكوه بالعافيه، بيحوشوا بينهم وبياخدوه وبيربطوه وبينزلوا فيه ضرب، عاوزين يعرفوا ده مين وعاوز ايه وتهجم على الضابط ليه، وبيفضلوا طول الليل يضربوا فيه. وبيجي الضابط اللي ضربه وبيكمل على روني، ونيها طبعا بتبقى قلقانه وخايفه على روني قوي. وبنشوف رئيس الحكومه هو وروني والضابط كمان، وهو بيسأل روني هو انت مين وليه ضربت الضابط ده؟ فقال له روني الضابط ده مفتري، وكمان ما ساعدش الست اللي كانت جايه عاوزه ترجع بنتها، وكمان الست ما غلطتش في حاجه واسلوبه كان مش كويس معاها، شكله كده كان عاوز يقفل القضيه بتاعت الست اهو تقضيه واجب وخلاص. فقال له رئيس الحكومه هو انت مين اصلا عشان تتعدى على ضابط؟ وانت كمان مالكش فيك ومش من حقك تعلق عليه هو صح ولا غلط. وبيطلب رئيس الحكومه على التليفون العقيد بتاع روني، واللي بيقول له اقطع اجازه روني ورجعه القاعده بكره. فالعقيد بيوافق، وبيتضايق روني طبعا من كلامه لانه بيحب نيها وكان نفسه يساعدها. فبياخد العربيه من عثمان وبيروح لنيها الفندق اللي قاعده فيه. روني ذكي فبدا يجيبها من تحت، واول حاجه عملها انه راح المدرسه بتاعه بنت نيها وسالهم عن بنتها اللي اتخطفت من قدام المدرسه. فمديره المدرسه قالت له مين اللي قال لك كده؟ نيها اصلا ملهاش بنات عندنا في المدرسه، وعلى فكره هي مريضه نفسيا وبيتهيأ لها ان عندها بنت. طبعا روني عارف نيها كويس فما بيصدقش مديرة المدرسة، وبيبقى حاسس ان في حاجة غلط. ولما بيطلع قدام المدرسة فبيشوف كاميرات محطوطة بره، فبيفكر انه يقدر يشوف اللي حصل عليها يوم الحادثة. ولما روني بيروح لنيها بيتها فبيشوف اخو جوزها واللي اسمه ساني وجوزها اسمه شيكر، وبيكون جوزها شيكر موصي اخوه ساني انه يحط نيها تحت عينيه ويراقبها. وبيطلع ساني ده مدمن مخدرات وبيشد قدام نيها وبيبقى عاوزها تشم معاه وهي بترفض. كل ده وروني مستخبي وشايف كل اللي بيحصل، فبياخد تليفون وعنوان ساني من نيها عشان ما يخليهوش يضايق نيها تاني. روني وهو نازل من عند نيها فبيقابل جارها في المدخل، فبيسأله عن بنت نيها، فجارها قال له انا عمري ما شفت ولاد عند شيكر او نيها. فروني بيشك في الموضوع اكتر واكتر، وبيقول لنفسه ليه لا، ممكن تكون نيها تعبانه، تهيؤات بتحصل لها. فروني عمل انه صحفي واتصل بساني عشان يسأله على بنت اخوه شيكر، فساني ما ادالوش عقاد نافع ورزع التليفون في وشه.
في اللحظة دي روني افتكر زمان لما قال لابو نيها انا بحب بنتك، فابوها ضربه بالقلم في الحفلة قدام كل اللي كانوا موجودين. فروني زعل قوي وكمان ما كانش عاوز يخلي نيها تشوفه وابوها بيضربه. بعدها نيها بتروح لروني وهي لابسة فستان الزفاف بتاع امها وبتقول له تعالى نتجوز من ورا ابوها. فروني بيوافق على كده وخلاص بيبقوا بيعملوا مراسم الزفاف، بس بتعرف نيها ان ابوها تعبان وراح المستشفى، فبياخدها روني بيوصلها هناك. فلما ابوها بيشوفها وهي لابسة الفستان وكمان هتتجوز من وراه فبياخدها في حضنه وبيقعد يعيط. بنرجع تاني للوقت الحاضر وفي حفلة روني بيخبط ظابط واللي بيقع الكارنيه بتاعه منه، والظابط بيكون اسمه انند. فروني بياخد الكارنيه وبيبدل الصورة وبيروح البيت اللي جنب المدرسة اللي فيه الكاميرات عشان يراجعها ويشوف حصل ايه، وتحجج انه ظابط ولازم يشوف الكاميرات، وبيطلب من فرد الامن انه يدخله ويراجع الكاميرات. ولما بدأ يراجع فلقى ان اليوم اللي حصل فيه الحادثة ممسوح بالكامل ومفيش ولا اثر ليه على الكاميرات. ففرد الامن قال له ان الشرطة جت قبل كده وشافت الشرايط دي وكان صاحب البيت هو اللي كان معاهم مش انا. فروني دور في تسجيل اليوم اللي قبل الحادثة على طول، فشاف ساني وهو داخل بيت الراجل ده عشان يقابله. فروني شك في الموضوع وقال لفرد الامن عاوزك تدور لحد ما تلاقي التسجيل اللي اتمسح ده، ولو لقيته هديلك مكافأة كبيرة جدا، وبيسيبه ويمشي. بيجي الضابط لوها مأمور الاسم الجديد وهو قاعد على الكرسي، بس بيبقى شخص ذكي قوي بس حركاته بتبقى غريبة شوية وكمان اسلوبه في الشغل بيبقى غريب قوي. روني بيبدأ يمشي ورا ساني ويتابعه وبيعرف انه بيتاجر في المخدرات، وبيقدر روني انه يمسك 2 من رجالة ساني. ولما سألهم عن بنت نيها فقالوا له احنا ما نعرفش اي حاجة عن الموضوع ده. بيرجع روني لعثمان تاجر العربيات تاني واللي بيبقى شغال مع ساني في المخدرات، ولما سألوا عن بنت نيها قال له انا ما اعرفش مين نيها دي اصلا. وفكر روني انه ينزل صورة بنت نيها في الجرايد وقال انها مفقودة واللي هيلاقيها او يجيب عنها معلومة له مكافأة كبيرة، وحط اسم الضابط على الصورة اللي هو منتحل شخصيته اصلا. ففيه ضابط كلمه وقال له دي بنتي وانا مش لاقيها. فروني بيروح له عشان يتأكد انها بنت الضابط مش بنت نيها. وفجأة شيكر جوز نيها رن عليه وقال له انا عاوز اقابلك في الشركة عندي. وبيجي شيكر جوز نيها وهو رجل اعمال وذكي جدا وهو بيقابل روني وما بيبقاش مصدق ان روني ضابط شرطة اصلا، فبيتصل على حد من معارفه علشان يكشف على الكارنيه اللي مع روني، فبيلاقيه مشغول على طول. فخلاص شيكر بيسلم للامر الواقع وبيبدأ يتكلم مع روني وقال له انا اتصدمت لما شفت الجورنان لاننا اصلا ما عندناش بنت من الاساس. نيها كانت حامل بس اتعرضت لحادثة والمجرمين لما ضربوها فالجنين اللي كان في بطنها راح، ومن ساعتها وهي بيتهيأ لها حاجات غريبة وبقت مش مظبوطة، وبقت تقول لكل الناس اللي تعرفهم ان عندها بنت. ولما شافت صورة البنت دي في الجورنان قالت انها بنتها. فشيكر قال لروني انت ما تعرفش انا تعبت قد ايه عشان اعالج نيها بس ما فيش نتيجة ولا فايدة برضه. وبيبدأ روني يفكر في كل التفاصيل اللي شافها واللي تخص موضوع خطف البنت، وشكله كده بيقتنع بكلام شيكر جوز نيها وبيعتذر له وبيمشي. بيرجع روني يروح لفرد الامن اللي عنده الكاميرات عشان يشوف التسجيل بتاع يوم الحادثة، وفعلا بيشوف في التسجيل ان نيها ما عندهاش بنت وان البلطجية ضربوها هي بس. فبياخد بعضه وبيروح لنيها وبيعاتبها وبيقول لها انت ما عندكيش بنت من اساسه وليه عملت فيا كده؟ انت كنت حامل وسقطتي وده ما فيش فيه مشكلة، ممكن ربنا يديكي طفل تاني، حاولي بقى تصحي من اللي انت فيه ده. بس نيها بتبقى مصممة ان عندها بنت وان كل الناس اللي قابلوه كدابين. فروني مش بيصدقها وبيمشي. فوهو خارج من شقتها فبيشوف قياسات طول بتاعة طفل صغير على الحيطة، فبيبدأ يصدق نيها من تاني. واول ما بيروح علشان يقول لها انا عرفت الحقيقة ومصدقك فبتنط نيها من البلكونة وبتنتحر وما بيلحقهاش وبينزل بسرعة عشان يحاول ينقذها وبيكون حزين على اللي جرى لها. ولما بينزل فبيلاقيها خلاص ماتت، فبيتصدم لما بيشوفها وبيبقى كل حزن وألم عليها، وكمان بيقرر انه مش هيمشي الا لما يعرف الحقيقة، وبيفضل يبكي عليها وهو ماسك المنديل بتاعها في ايده. وبنشوف الضابط لوها وهو في بيت نيها عشان يرفع البصمات ويعرف ملابسات الحادث، يعني هي ماتت منتحرة ولا في حد رماها من فوق. فبيلاقي شيكر جوزها موجود في المكان فبيحاول يسأله عشان يطلع منه بأي معلومة تفيده، فبيعرف انه ما قتلهاش بس وراها اسرار كتيرة مخبيها. وبيطلب الضابط لوها مراجعة الكاميرات وتتبع كل المكالمات الأخيرة ليها، فبيلاقي أكتر شخص اتكلم معاها هو روني، فبيحاول يجمع أي معلومة تعرفه هو مين روني ده وإيه صلة القرابة اللي بينهم وهو ليه في الموضوع ولا لأ. ومن الملف بتاع روني بيعرف إنه ضابط في الجيش وكمان هو واحد من أقوى الضباط هناك،
بنشوف عثمان وهو رايح لروني وبيفجر له مفاجآت ان نيها فعلا كان عندها بنت، وانه كان بيشوفها على طول مع عمها ساني، وان ساني اداله فلوس كتير قوي عشان ما يتكلمش وما يقولش ان نيها كان عندها بنت، وقال له كمان لو اتكلمت انا هقتلك، وقال له انا لما عرفت ان نيها ماتت ضميري صحي وكان لازم اجيلك واقول لك الحقيقه. ولما روني بيروح لبيت الضابط انند اللي انتحل شخصيته بيلاقيه مقتول، وبيكون شيكر جوز نيها هو اللي بعت له رجالته عشان يقتلوه، لانه خاف انه يفضل يدور في موضوع نيها وبنتها ويكشف الحقيقه، ومن الواضح كده ان الموضوع وراه سر كبير وخطير. فبيقرر روني انه يروح لساني ويعرف منه كل اللي عاوز يعرفه. واول ساني ما بيشوف روني بيطير من قدامه وبيبقى خايف منه، فروني ما بيسيبوش وبيجري وراه، وبالصدفه الضابط لوها بيبقى موجود في الفندق وبيعرف ان روني بيطارد ساني وبيحاول يخلص عليه، فبيلحقهم الضابط لوها وبيقبض عليهم هما الاثنين. فروني بيقول للضابط ان ساني كان عارف ان عندها بنت وهو السبب في موتها، وبياخدهم على مركز الشرطه. بيجي رئيس الحكومه وهو بيستجوب عثمان واللي بيقول له على الحقيقه كلها، وبيقول له فعلا نيها كان عندها طفله صغيره. ولما بيستجوب ساني فبيحاول ساني انه يتهجم عليه ويضربه، فبيدخل الضابط لوها وبيمسكه وبيمسك ساني مسدس الضابط وبيهددهم بالقتل، بس رئيس الحكومه بيضرب ساني بالرصاص في دماغه وبيخلص عليه. وبنشوف رئيس الحكومه وهو بيقول لروني انا حاسس بيك لان اللي انت فيه شفته مع مراتي وبنتي، فسيبني انا اشتغل بطريقتي احسن. فروني بيحكي لرئيس الحكومه قصته مع نيها وقال له لما ابوها تعب طلب منها انها تسيبه وتتجوز شيكر، وهي وافقت بس عشان خاطر ابوها. ولما قالت لروني الاتنين عيطوا وافترقوا عن بعض. بنشوف الاتنين اللي قتلوا الضابط انند رايحين لعثمان عشان يخلصوا عليه، وبكده يكونوا اخفوا اي دليل على وجود بنت نيها وتكون البنت ملهاش وجود. فرئيس الحكومه قال لروني انا عاوزك تثق فيا لانه كده في حد خاين في مركز الشرطه ولازم اعرفه. ولما بيوصل روني لعثمان وقبل ما يموت فبيقابل رجاله شيكر وبيتقاتلوا مع بعض وبيروق عليهم. وبنشوف هنا روني المقاتل اللي عنده عزيمه من حديد وانه مش هيرجع الا لما يجيب حق نيها وبنتها. ولما بيمسك موبايل رجاله شيكر فبيلاقي ان الاوامر جايه من رئيس الحكومه وهو اللي مشغلهم، وبيطلع هو الخاين اللي بيساعد شيكر وكانوا مصورينه عشان يخلصوا عليه. فبيمسك روني واحد من رجالتهم وبيعرف منه مكان رئيس الحكومه فين. فالراجل بيقول لروني المكان خطير ومش هتعرف تدخل هناك بسهوله علشان في رجاله كتير هناك ومعاهم سلاح، فمش هتقدر عليهم لوحدك. بس روني عنيد وبيصمم انه يروح للمكان ده عشان ينتقم لنيها وبنتها. ولما بيروح روني للمكان فبيلاقي الشرطه واقفه هناك، فبيبدا يخلص عليهم واحد واحد وبيقتل عدد كبير قوي منهم، وعشان هو عاوز ينتقم فبيخلص عليهم من غير خوف ولا اهتمام، وعزيمته بتكون قوية جدا جدا. وبعدين بيدخل على الحراس بتوع رئيس الحكومة وبيخلص عليهم، وباقي رجالة رئيس الحكومة بيعملوا له كمين في الغابة عشان يقتلوه. ولأن روني كانت أغلب تدريباته في الغابة فكان واخد عليها، وكمان الغابة واخد عليه، فكان من السهل عليه انه يخلص عليهم واحد واحد. روني مرة يضربهم بإيده، ومرة بالمسدسات، ومرة بالرشاشات، ومرة بالقنابل. تقدر تقول كده انه فعلا حارب جيش لوحده وقدر يتغلب عليهم ويهزمهم. وكمان ضرب طيارة كانت جاية عليه بصاروخ وراح موقعها. ولما بيوصل رئيس الحكومة بيكون مفيش حتة في جسمه مش متصابة وبتنزف. ولما بيدخل رئيس الحكومة فبيضربه بالرصاص في بطنه وبيقع روني على الأرض، وبيقول له أنا يا ابني مش قلت لك قبل كده تبعد عن الموضوع ده؟ وقال له الحكاية من الأول، وإنه كان صديق لساني من زمان، وكانوا هما الاتنين شغالين في المخدرات، وكان أي كمين بيعديهم منه لأن الحكومة ما بتدلوش فلوس زي ما بياخد من ساني، وشغلهم في المخدرات. فبيسمع صوت البنت الصغيرة بنت نيها، فبيفتكر ساني انه خطف بنت اخوه. بس لما بيروح لشيكر فبيعرف ان شيكر هو اللي امر رئيس الحكومة انه يخطفها، وانه هو برضه اللي بعت رجالته اللي ضربوا نيها وخطفوا البنت، وانه كان عاوز يموت البنت الصغيرة بس البنت فضلت عايشة. وشيكر قال للناس كلها ان بنته ماتت واقنعهم بكده، وقال للناس اللي حواليهم يا ريت تقولوا ان نيها ما كانش عندها بنت اصلا عشان اقدر اعالجها. ورشا كمان مديرة المدرسة، وكل ده عشان يخلي نيها تتجنن وتموت نفسها. وبينجح فعلا شيكر في تنفيذ الخطة بتاعته، وكل ده وروني بيسمعه وهو متعصب ومتضايق. وبيمسك رئيس الحكومة وبيخنقه بس بيقدر يفك نفسه، وبيقول له مكان البنت فين. وبيمسك رئيس الحكومة المسدس ويبقى خلاص هيقتل روني، بس بيجي الضابط لوها في آخر لحظة وبيضربه بالنار لأنه كان حاطط مع روني جهاز تجسس وقدر يسمع منه كل حاجة وعرف الحقيقة، وده لأن روني كان شاكك فيه أصلا. فاتفق مع الضابط لوها
انهم يتجسسوا عليه، وبيبقى الضابط لوها مسجل كل كلمه قالها رئيس الحكومه كاعتراف ضده، وبيفضل روني يضرب فيه وعاوز يعرف مكان البنت الصغيره فين. بعدها بنشوف الضابط لوها وهو بيستجوب شيكر وقال له اسمع كده التسجيل ده، انت اتكشفت يا صديقي، فيا ريت تقول لي بقى على الحقيقه كلها، والاهم من كده انت ليه عملت كده اصلا في مراتك وبنتك. فقال له انا في يوم رحت للدكتوره وعملت تحاليل وعرفت منها اني ما بخلفش، وكانت البنت الصغيره دي وقتها عندها 5 سنين، فعارف ان نيها خانته وكان بيربي بنت اصلا مش بنته، وقال له ان ده كان رد فعل طبيعي ان انتقم منها لانها خانتني. فلوها قال لشيكر انت مش بني ادم، انت لا عندك دم ولا احساس ولا انسانيه، وبيقدر يعرف منه مكان الطفله وبينقذوها. وبيتفاجئ روني وبيعرف الحقيقه، وبيعرف ان البنت دي مش بنت شيكر، لان الكلام ده حصل بينه وبين نيها قبل ما تتجوز شيكر، ولما اتجوزت شيكر كانت حامل اصلا، وخبت نيها على شيكر وما قالتلوش، وكمان خبت على روني وما عرفش هو كمان ان له بنت منها. ولما بيروح روني يستلم بنته فبيلاقيها بتعمل نفس الحركات بتاعته بالظبط، فبيقعد روني قدامها وبيبص لها قوي وبيلاحظ درجة الشبه الكبيرة جدا اللي بينها وبين امها، وبتبقى البنت شبه امها بالظبط، وبيبقى روني فرحان قوي لانه كمان شايف فيها حب حياته ونيها. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده، وربنا ما يحرمنا ابدا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد بننزله، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو ل50,000 لايك هتلاقيني منزل لك الجديد.